السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بصوا النهارده انا جايب لكم البي ام دبليو الاي اكس. جميل. العربيه دي كهرباء بالكامل من الالف الى الياء، تمام؟ فتعالوا بقى نتفرج على العربيه دي وهشرح لكم يعني معظم الحاجات اللي موجوده في العربيه. تمام. في حاجات مش هشرحها لكم، هتلاقوها موجوده في ريلز على الفيسبوك والانستجرام وكمان على شورتس على اليوتيوب. تمام. فهسيب لكم اللينكات بتاعتهم عشان تتفرجوا عليها وتقولوا لي ايه رايكم في العربيه دي وتتفرجوا على الحاجات اللي انا مش هعرضها في العربيه دي. تمام. لو انت بقى هتجيب العربيه دي من الامارات هيتعمل معاك خصم حلو قوي، او هتاخد هديه قيمه مع العربيه. تمام. لو قلت لهم ان انت تبع قناه البروشور، فانا هسيب لك رقم التليفون بتاع السيلز مانجر هنا، هتكلمه وهو هيعمل معاك الواجب، بس قول له من طرف البروشور. تمام. يلا بينا نتفرج على العربيه دي. طيب يا جماعه، ادي العربيه هي، ومبدئيا بمجرد ما بقرب منها هي بتفتح لوحدها. جميل. فتعالوا كده نتفرج على شكل العربيه من جوه ومن بره ونشوفها عامله ازاي. ده كده الشكل بتاعها اهو. وكمان دي الاضاءه بتاعتها. بصوا كده الاضاءه لما بقفل العربيه، بصوا الاضاءه بتعمل ازاي، جميله قوي. وبرده لما بتفتحها فبتديك شكل حلو كده. شكلها حلو قوي من كل حته بصراحه، من قدام من ورا من فوق ومن تحت، شكلها حلو قوي. طيب احنا دلوقتي فتحنا فتحت بس الاضاءه عشان عايز اوريكم حاجه. لما نيجي نفتح الشنطه مبدئيا كده، بصوا الاضاءه، يعني ده كده الحاز بتاع الشنطه. جميل. فالاضاءه دي كلها هتبقى طالعه مع الشنطه بتاعت العربيه. فتعالوا كده بصوا، انا كده فتحت الشنطه. جميل. علشان بقى اللي جاي وراك لو انت واقف في الضلمه والكلام ده كله، فبيبقى في جزء هنا. تمام. دي عباره عن الاضاءه بتاعت العربيه. ادي النور الاحمر وادي الاشاره اهي، والمفروض ان ده بيبقى النور الابيض. فدي حته كده علشان لما تيجي تقف في الضلمه وانت فاتح شنطه العربيه. تمام. في عندك طبعا ده الغطا اهو، مالناش دعوه بيه. ماشي. في عندك هنا اضاءه، وعندك الناحيه الثانيه اضاءه، وفي عندك هنا المخرج بتاع ال 12 فولت، ودول علشان تفتح بيهم تميل الظهر. بصوا كده كده انا ميلت من الزرار الشمال، وده علشان اميل من الزرار اليمين ده. تمام. ده الشنط السبير، وده الشاحن بتاع العربيه. تحت بقى كده هتلاقي في برضو شاحن تاني، وفي الشماسه، يعني في شويه حاجات جوه كده يعني. فتعالوا نقفل بقى الشنطه. وفي عندك اضاءه هنا، وفي عندك المثلث، بس برضو لو عندنا في مصر فانت هتجيب المثلث ده هتشتريه برضو غصب عنك. نقفل بقى الشنطه ونخش جوه العربيه نشوف فيها ايه. مبدئيا نفتح الباب. في بس حاجه عايز اوريها لكم. تمام. الجزء ده علشان لما تيجي تدخل المفتاح بتاع العربيه عشان لو البطاريه نامت. جميل. والمفروض ان دي البصمه، لكن البتاع جوه مش مشكله. تفتح الباب من هنا، وده شكل الباب بتاع العربيه. تمام. الماتيريال طبعا ولا كلمه عليها. جميل. جلد بالكامل، وهنا في قماش. تمام. عايز اقول حاجه بس صغيره. كان في عربيه كنت صورتها، تمام، هتلاقوها على الريلز على الفيسبوك والانستجرام. اللون بتاع البان هنا كحلي، والفرش يعتبر رمادي. العربيه الثانيه كانت الفرش او اللون بتاع البيبان كان نبيتي، وبرده كان الفرش اللي جوه نبيتي، سواء البيبان او الكراسي. جميل. طيب عندك هنا بقى دي التحكمات. ده الميموري بتاع الكرسي كريستال، وهنا برضو التحكم بتاع الكرسي نفسه كريستال. تمام. عندك هنا الامبيانت لايت اللي موجود هنا واللي موجود برضو في المنطقه دي. تمام. اللوك والانلوك، وده علشان وانت جوه العربيه تفتح الباب، لان مفيش اكره موجوده هنا. تمام. لكن ده لازم تكون العربيه طبعا الكهرباء موجوده فيها، لكن لو البطاريه لاي سبب ان كان فاصله او مش شغاله، تمام، فعندك هنا في اكره تانية بتفتح منها الباب مانيوال، وامبيانت لايت هنا، وده زرار فتح الشنطه. وفي عندك برضو حته امبيانت لايت صغيره من جوه، والمنطقه دي بالكامل او زراير يعني. ده بقى فرش الكرسي اهو، ده شكله في حته كده من الكروم في النص كده، وده الفرش بتاع الكرسي. ده كده بقى شكل التابلو بتاع العربيه، برضو كله بالكامل من الجلد.
نفس اللون بتاع البيبان ونفس الدرجه بتاعه الكراسي برضو. تمام. في عندك هنا برضو الهيد اب ديسبلاي مكانها اهي، وهنا في سماعه. دول بقى الشاشتين بتوع العربيه. وعندك هنا كمان الطاره بتاعه العربيه، الزراير اللي فيها بسيطه، تتحكم في الهيد اب ديسبلاي والشاشه اللي موجوده هنا. وده شكلها لطيف وظريف سيمبل كده، جميله هاديه كده من الجلد، شكلها حلو. تمام. طبعا الطاره دي تحكم كهرباء اهي، تتحكم فيها 4 مستويات مختلفه. تمام. تلسكوبيك، لكن التحكم بتاعها كهرباء. جميل. عندك بقى هنا الكونسول الوسطي، هو ده، هتلاقي فيه مكان تخزين كده حلو وبرده متغطي بالجلد. وعندك هنا الجزء اللي فوق ده التحكم، المنطقه دي كلها خشب، والتحكم بتاع شاشه العربيه. تمام. والمنطقه دي بتاعت الجير، ده الستارت ستوب وده الجير، وهنا الفرامل اليد الكهرباء والاوتو هولد. الجزء اللي تحت بقى في عندك هنا شاحن الوايرلس، 2 يو اس بي وال 12 فولت و2 كاب هولدر. في عندك هنا حته اضاءه صغيره كده برضو من اللون الازرق، غير الاضاءه اللي تحت هنا والناحيه الثانيه. تمام. اللي هي الهالوجين العاديه. نفتح بقى كده المنطقه اللي ورا، برضو نفس الفكره، الماتيريال هي اللي قدام هي اللي ورا، نفس الامبينت لايت. تمام. وده الكرسي او الكنبه، اسف، اللي ورا. عايز اوريكم حاجه بس هنا، شايفين دول اللي هو الايزوفيكس بتوع تثبيت كرسي الاطفال. فانت بتشد دي كده علشان تفتح المجال وبتنزلهم تاني. وهنا في الارمريست، في كاب هولدر، مفيش حاجه تانية. تمام. وممكن تنزل المنطقه دي لوحدها، تخش على الشنطه بس. تمام. وبالنسبه بقى لظهر الكراسي اللي قدام، فالفتحه دي موجوده اهي. تمام. مش عارف، ممكن لو عيل صغير قاعد ورا يزغزغ اللي سايق من قفاه. وعندك هنا 2 يو اس بي، وهنا علشان لو عايز تحط شاشه للي قاعدين ورا، وبرده نفس الفكره هنا. وعندك هنا كمان دي علشان تحط فيها اي حاجه. عندك هنا بقى المنطقه الخلفيه فيها فتحه تكييف، والتكييف هنا دول زون، لكن دول زون درجه الحراره مش للمروحه. والسخانات بتاعت الكراسي اللي ورا. هنا بقى عندك السقف بتاع العربيه هنا ما فيهوش غطا. جميل. لكن هو كده، وبتعمل من الزرار ده، فانت بتفتحه وتشوف المنظر عامل ازاي. بس ده شكله كده. وبرده لو عايز تقفلها تاني عشان الشمس، فكده قفلت تاني اهي، مش شايف اي حاجه. طبعا لو في الشمس الموضوع هيفرق والموضوع هيختلف تماما يعني. تعالوا بقى نتفرج على الاوبشن بتاعها بتاع الشاشتين دول. طيب احنا هندور بقى العربيه. تمام. من الزرار ده بس كده العربيه دايره. جميل. وعندك هنا بقى السنسور اللي هنا واللي هنا كمان، واللي موجود الناحيه التانيه. تمام. اللي هو هنا دول كده. تمام. دول علشان بقى يراقبوا اللي سايق ويراقبوا عينيه ويشوفوا دنيته عامل ازاي، ده صاحي ولا نايم ولا ايه ظروفه يعني. دول طبعا التسخين بتوع الازاز اللي قدام واللي ورا، وده الانتظار. زرار شكله صغير قوي. تمام. فالتابلو سيمبل يعني. تعالوا كده اوريكم بعض الحاجات اللي موجوده في الشاشه بتاعت العربيه. مبدئيا العربيه كهرباء طبعا زي ما انتم عارفين. فادي طبعا الشاشه تاتش، بتتحكم منها من المنطقه دي. تمام. عندك بقى هنا اللايت بتاع العربيه. تمام. سيبك منه، اتغير في الامبينت لايت، احنا عاملينه ازرق، ممكن نخليه اللون ده، فهيتغير هنا وهيتغير على البيبان كمان. فده الامبينت لايت، اللون ده لذيذ. ماشي كده. بقى نخش على حاجة تانية. في عندك بقى التحكم بتاع التكييف. جميل. الشاشة طبعا هنا هتحركها الناحية دي والناحية دي. عندك هنا ده سخانات الكراسي، اسف، سخانات الطارة، سخانات الكراسي، تبريد الكراسي، وده المروحة، وده المكان بتاع الهواء
عايزه في انهي حته بالظبط. تمام. بس ونفس القصه الناحيه التانية، ده التسخين وده التبريد وده قوه المروحه بتاعه التكييف. نخش على المنيو تاني. فالعربيه برضو فيها هنا تحكم في القفل والفتح والبيبان والكلام ده كله، كل ده تمام وزي الفل. والدرايفنج سيتنج، أنظمة القيادة والأمان طبعا، دي بقى الدرايف اسيست وكل الحاجات الحلوة دي. تمام. هوريكم حاجة صغيرة. تمام. الميديا، هو كل عربية بي ام دبليو بقت فيها نفس الفكرة دلوقتي. تمام. تعلي صوت وتوطي الصوت من هنا. تمام. بس هوريكم بقى مود اللي موجودة في العربية. المود بيغير الامبيانت لايت، ده كده مود اهو. تمام. وفي عندك مود السبورت. المود السبورت ده بيغير في شكل الكرسي. تمام. وفي عندك مود تاني اهو، وفي عندك حوالي 4 أو 5 مودز، وبيغيروا في شكل العدادات والامبيانت لايت، كل ده بيتغير. عايز اوريكم بقى الكاميرا الخلفيه او الكاميرا بتاعت العربيه. بصوا هنا. تمام. في نظام ال 3 دي، وده بقى اللي انت كده تعمل كده، تعمل كده، تتحرك خالص معاك اهي. تمام. تمسك كده وتحركها يمين او شمال زي ما انت عايز. وممكن برضو من البتاعه دي تحرك، تشوف تغير الزاويه بتاعت رؤيه العربيه نفسها. وبرضو من المور دي ممكن ان انت تعمل كليننج للكاميرا اللي قدام او الكاميرا اللي ورا، او تغسل الاتنين مع بعض. برضو من الحاجات الحلوه قوي في الشاشه هنا. تمام. مبدئيا الهيد اب ديسبلاي مكانها اهي قدام اهي، فمش عارف هي هتبقى باينه لكم ولا لا. تمام. لكن على فرض كده المفروض ان هي باينه لكم بالظبط. تمام. انا ممكن اغير شكلها. تمام. من الدراعات اللي موجوده هنا ده. تمام. فبتختار على الشاشه. تمام. ان انت تختار الهيد اب. اجيبها لكم تاني اهي. انت كده تتحكم في الهيد اب ديسبلاي. فعندك بقى كذا شكل ليها اهي، هوريها لكم كده شكل اهو، وده شكل تاني، وده شكل تالت، وده شكل رابع، وده شكل خامس اهو. ف5 اشكال للهيد اب ديسبلاي. وبرده بتغير الشاشه اللي قدامنا دي. تمام. لاكتر من شكل واكتر من منظر على حسب بقى الشكل اللي انت عايزه. دي كمان جابت المابس اهي. فكل ده بتغيره من البتاعه دي. يا رب الفيديو بتاع الاي اكس ده يكون عجبكم. تمام. ولو في حاجه ما اتشرحتش هنا فده طبيعي جدا، العربيه فيها حاجات كتيره جدا. تمام. ممكن مش ما عرفتش المها كلها، لكن انا شرحت الحاجات المهمه او الحاجات اللي ممكن يعني الناس تبقى عايزه تتفرج عليها. جميل. العربيه دي باقي الفيديوهات بتاعتها هتلاقوها موجوده في ريلز على الفيسبوك والانستجرام، وكمان شورتس موجوده على اليوتيوب. تمام. هسيب لكم اللينكات بتاعتها. ولو حد عايز يشتري العربيه دي من هنا في الامارات فهسيب لكم الرقم بتاع مستر جورج. تمام. هو السيلز مانجر للمكان اللي احنا فيه ده. هسيب لكم رقم التليفون بتاعه، كلموه وقولوا له ان انتوا عايزين تشتروا العربيه دي، وان انتوا تبع قناه البروشور علشان هيديكوا هديه حلوه مع العربيه. جميل. بس فيا رب الفيديو ده يكون عجبكم، واستنوا بقيه الفيديوهات العربيات الثانيه ان شاء الله باذن الله موجوده هنا في الامارات. بس شكرا لكم. السلام عليكم.